أليكس بيبص على جهاز الصعق بالكهرباء وبيقرر يجمع دهب لآخر مرة قبل ما يمشوا. لما بيمسكوا الجهاز الراجل بيقول لهم ما يعملوش كده وإنهم أولاد مجرمين، بس الاتنين بيبصوا لبعض بصات خبيثة. فجأة الراجل عينيه بتلمع وبتطلع نور أصفر، بيقول لهم باستهزاء انتوا ما تعرفوش هيحصل فيكوا ايه. مع ذلك بيشغلوا الجهاز والراجل بيضحك بصوت عالي لحد ما الجهاز بيتفصل عنه، وفجأة في رياح قوية بتطيرهم وبيظهر دخان بيلف حوالين الراجل وبيتحول لشيطان. أليكس وكارلا بيصرخوا وهم مرعوبين، وفجأة بتقع شنطتين على الأرض وبيتفتحوا. الشيطان بيضحك بشكل شرير والاتنين بيصرخوا وهم محبوسين جوه الشنطة. بعد فترة جاستن بيصحى في المستشفى، بيكون عنده إصابة في راسه وكسر في دراعه. بيلاقي ورد جنبه وعليه كارت من الراجل الغامض بيقول له يفكر فيه لو احتاج أي حاجة وهو هيظهر فورا. في الوقت ده بنشوف الراجل ماشي على رجليه وحالته كويسة جدا، بيروح المطار ومعاه شنط سودا كتير وراجع على اسطنبول. بيكون واثق إن شركات الطيران هتهتم بشنطته، وفعلا بيأكدوا إنهم هيعملوا